عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة إن شاء الله هنحكي القصة التانية مع بو ده بقى فيل صغنون، كل يوم بنتعلم منه حاجة قبل ما ننام. النهاردة هنتعلم قصة جميلة. كان يا مكان يا سعد يا إكرام بيحلى الكلام بذكر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة بو كان بيحب الحلوى جدا، وفي المدرسة وجد كيس من الحلوى على الأرض، فكر أن يتناوله، ولكنه قرر أن الحلوى ليست ملكه لكي يأكلها. أخذ الحلوى وذهب للمدرسة وقال لها أنه وجدها على الأرض. سألت المدرسة في الفصل: من منكم سقط منه كيس الحلوى؟ رد السنجاب وقال: أنا. أعطته الكيس وشكرها، وشكر بو كثيرا، وطلب السنجاب من بو أن يجلس بجواره، وأكلوا الحلوى سويا. وهنا يا أصدقائي خلصت الحدوتة، ونتعلم منها إن في أي مكان نكون فيه وتقابلنا أي حاجة مش بتاعتنا أو نلاقيها لازم ندور الأول على صاحبها، علشان خاطر ما نبقاش خدنا حاجة مش بتاعتنا زي ما ابوه عمل. ورغم انه كان نفسه في الحاجة حلوة او الحلويات اللي لقاها، الا انه اصر انه يدور على صاحبها، وفي الاخر ربنا جزاه برضو خير واكل برضو من الحاجة حلوة او الحلوة اللي لقاها. يا رب تكونوا استفدتوا وتكون القصة اسعدتكم. نوم سعيد واحلام سعيدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تخلوش ماما وبابا، متنسوش تخلوا ماما وبابا يشتركوا في القناة ويفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل حدوتة. سلام.